بحال دابا تنوض تقطع فليفله بحال هكا فوق هاد التشوبر بورد، كديرها مع البيض ديالك، كتصورها كتحطها فيديو. كينوضوا كيدخلوا العلماء ديال التغذيه اللي مدوزين لي سيرتيفيكاسيون ديال الهايجين، كيدخلوا عندك في لي كومونتير تيقول لك لا السموم غادي تموت، خاصك تستعمل القطعه ديال الخشب لا كذا. هادو كاملين تياخذوا المعلومات ديالهم غير من عند ديك الخشبه اللي كتكون كتهضر بالاي اي. هما باش خدامين الناس حاليا. واش عمرك دوزتي شي سيرتيفيكاسيون ديال الهايجين؟ واش عمرك قريتي على هادشي؟ واش عندك شي اكسبيريونس في الكوزينه؟ والو. هادي هادي راه مشكله كبيره. عمرك دخلتي للكوزينه ديال شي ريستورون 5 ستارز الفوق، ولا دخلتي للكوزينه ديال لي زوطيل اللي مصنفين عالميا، كتلقى ديما تشوبر بوردز ديال البلاستيك وفي الالوان. وحده كتكون ديال الخضره، وحده كتكون ديال اللحم الحمر، وحده كتكون ديال الدجاج، وحده كتكون ديال الحوت، وحده كتكون ديال الخبز. هذه الا بغيت نقطع فوق منها شي حاجه كنقطع الخبز، وكنقطع شي حاجه اللي كتطلق الماء، لان هذه مصيبه بحالها. هذه الا استعملتها كتقدر تغسل، كتنقى، كدار في الديش واشر، كدار مع البرودوي، كتعرض الحراره، كتنظف. اما هذه راه قطعت فوق منها الدجاج، هذه ديال الخشب. هاد الخشبه هذه كتابسوربي، يعني كتولي مسمومه، ما عمرها ما كتعاود تنقى. الخشب كيمتص هذاك السائل اللي كينزل من هذاك اللحم وكيدخل للداخل، ما كتقدرش مزال تنقى. داكشي علاش نهار انت تحل الريستورا ديالك ويجيو دوك المراقبين ويلقاو كتقطع فوق هادو ديال الخشب، كون عول على انك غادي يطرا لك شي مصيبه. يقدر ما يكونش ماشي كنظنش يسدوا لك، ولكن غادي يكون مشكل كبير. هادشي علاش لي ريستورون كاملين اللي عليهم المراقبه ما عمرهم ما كيكونوا كيستعملوا هادو ديال الخشب، لانه كاين واحد السبب. ديما كتلقى ديال لي بلاستيك، وكتلقى عندهم بزاف ديال الالوان. ممنوع انك تقطع الدجاج في نفس القطعه اللي كتقطع فيها اللحم، في نفس القطعه اللي كل وحده وكتكون عندها اللون ديالها، وكل وحده اللي كتستعمل. داكشي علاش بنادم ما يبقاش غير يكون غير كيدوي لا راه كدا جريمه، علاش كتستعمل كدا، راه غادي تموت. الله يهديكم اصاحبي، راكم ما عارفين حتى لعبه اصاحبي. ما يبقاش بنادم غير يهضر.